الفيديو اليوم رح نسمع عن أزبل غنية شافها التاريخ يا جماعة. أنا ماني مصدق إنه كيف المايك هي وعم تسجل الغنية ما احترم. خلينا نبلش الفيديو. كيفكم يا اساطير؟ معكم أحمد مرسالي في فيديو خطير. بس أما نبلش هذا الفيديو ما تنسى تحط لايك وتفجر زر الاشتراك. تفجير. والله يا جماعة شو رأيكم بهالإضاءة الجديدة وإضاءة تحت بتغير لونها حلو يا جماعة؟ عم بظبطكم انا يا جماعه. والله من وقت ما فتت انا على السوشيال ميديا لهلا بسعى بحط مصاري، يعني انه يعطوني ما بسعى بحط مصاري مثل كاني متجوز. كيف المراه هيك بس بتقول له لجوزها جيب معك بعمرها ما قالت له خذ، لا الصراحه بتقول له خذ، يعني مشان ما بتقول له خذ الزباله معك. عسيره الزباله يا جماعه. اليوم يا جماعه بفتح على اليوتيوب بلاقي الدنيا مطبوله بغنايه جديده، وهي الغنايه يا جماعه ازنخ غنايه سمع العالم. وفي غنايه زباله هي ازبل معلم، اخذت المرتبه الاولى، بدها تدخل موسوعه جينيس بالعرض هيك معلم. فايته طحش. هاي البنت يا جماعه عندها قناه فيها 600,000، نزلت غنيه اسمها هدي يا بيبي. من اسم الغنيه لحاله يا جماعه بتستنتج ايش هي الغنيه. خلينا يا جماعه ما نحكم عليها من العنوان، خلينا نفوت على الغنيه ونسمع صوتها العذب. استغفر الله العظيم يا جماعه. كل واحد حاطط سماعات يوطي الصوت او يشيل سماعات. خلينا نبلش. من بداية الغنية جايبة ايش وفي صور في جوجل معلم، حطتهم عم يدوروا وراها. ايش إلها داعي الصور هدول؟ ما حدا بيعرف. مين اللي عامل لها مونتاج؟ ما حدا بيعرف. خلينا نكمل يا جماعة. يا جماعة ما حدا يسألني الحجاب ايش وضعه، يعني حتى نحن عنا الشباب صارت الدقن للموضة بس، فالبنات عملوا الحجاب كمان للموضة بس، يعني نفس الشيء. فما فينا نحكي يا جماعة. خلينا نكمل. صار 15 ثانية بس عم ترقص الموسيقى. لنشوف اما بدها تبلش الغنية. هدي يا بيبي هدي معلش، هدي يا بيبي هدي معلش. يا جماعة يا ريتها ما ينبلش، يا ريتها ما خلص يا جماعة. هاي أول 4 ليرات مني. بدنا نشتري صاروخ نيزك وندمر فيه الأرض قبل ما هذا الصوت يتسرب للأجانب. لا وشو كاتبة بالغنية؟ هدي يا بيبي. كاتبتها بالإنجليزي، يعني الأجانب راح يتركوا كل شيء أغاني ويجوا يتسمعوا غنية هدي يا بيبي. يعني بدك تفضحينا بالأجانب أنت؟ يعني خلص نحن بنستر عليك بيناتنا، ما مشكلة، يعني ما في حدا غريب. أما تكتبيها بالإنجليزي مشان تطلع عند الأتراك وعند الأجانب. اشرب فانتا بيبسي معلش، هدي يا بيبي هدي معلش. اشرب فانتا بيبسي معلش، جيب الفانتا وتعي يا حبيبي نشرب انا وانت وكفايه بيبي وكفايه بيبي. يا جماعه بطني صارت توجعني عليه الحلال. هذا الصوت بيجيب مغص الله يعينه. يعني يا جماعه هلا انا حضرنا 30 ثانيه من الفيديو واداناتي راح خلص راح يدعوا علي. هدول ما بصير اسمعهم هذا الصوت، يعني هدول راح يشهدوا علي يوم القيامه. يجي يقولوا انه انا كنت عم بعذبهم هيك ب 30 ثانيه متواصلات عم بسمع صوتها. يا جماعه يعني لا صوت لا صوره، عدم المؤاخذه، يعني لا مونتاج، يعني بدنا نحكم عليها كله زباله معلم. ايش عم تصير معي يا جماعه؟ يعني رقصة هيك معلم، بس هيك عم تعمل بتحسها عم تنشر غسيل معلم، ما بتحسها عم ترقص. طبعا هون يا جماعه بدق بايديها. هون الحمار عفوا ابو المونتاج لازم كان حاطط طبله انه هي عم تدق على الطبله، فهمت شلون؟ بس ابو المونتاج مستعجل بدهم ينزلوا غنيه، الجمهور متحمس. يا بيبي شويه عليا، اطلب روحي تاخد عينيا. ده هي ايش اطلب روحي تاخد عيني؟ يعني بس اي كلام وخلص. يعني ايش هي؟ يعني كلام من سوق الجمعه، صوت من الزباله، مونتاج. لو اني منتج هذا الفيديو في اجراي كان بيطلع احلى من هيك. يعني هاي نحن السوريين ما نعلق فيها. اكيد في حدا من بلاد تاني حاب يشوف هاي الغنيه، نحن ما نعلق يا جماعه. انا مالي علاقه فيها. خلص انا برايي رح زود مصراتي. خلينا ندمر الارض بسرعه. هيا يا جماعه كمان 5 ليرات مشان حق النيزك اللي رح ندمر فيه الارض. خلص انا قررت كيشي معه مصاري يجمعهم كرمال نشتري هالنيزك وندمر فيه الارض ونخلص. هدي معلش، تشرب فانتا بيبسي معلش. طلع يا جماعه يعني المخلوقه تعبانه يعني بالفيديو كليب، ما بدها ترقص مرتين. قصت الفيديو ودمجت حالها مرتين. عرفتوا شلون؟ يعني انه نحن من وحده مالنا خلصانين، بدها تجيب بتنتين، بدها تجلطنا نظامي هاي البنت. شقد هالدبدوب بيستحمل يا جماعه، الله يعينه. على كل ما تحس حياتك زباله تذكر هالدبدوب، كل ما تحس حياتك بتقرف تذكر هذا الدبدوب. خلاص بيعطيك تفاؤل.
طبعا يا جماعه مفعله وضعيه الهنديه، يعني خلص تعبت من الرقص هي وعم تنشر غسيل، يعني هيك هي الرقصه صارت تعمل مثل الهنود، يعني اي شيء المهم الفيديو كليب يطلع. خلص حلي عن الدبدوب هذا مشان الله، يعني والله انا زعلت عليه يا جماعه، بدي اتبنانا تبيعينا هذا الدبدوب، بنعطيكي من حق الصاروخ اللي رح نشتريه شوي، بس نشتري هذا الدبدوب ننقذه منك. معلش يا بيبي كده مرفوض، دمه سائل وفكره حربه، معلش يا بيبي كده مرفوض. الله يلعن ابو هالبيبي اللي عم تغني له، لو بعتي له هاي الاغنيه على الواتساب مو احسن؟ ايش لنا علاقه نحن نسمع هذا الصوت يا رب؟ انا مشكلتي انه هاي المخلوقه عندها 620,000 مشترك، 620,000 مشترك ومنزله هيك فيديو، يعني بتعرفوا انه في 620,000 بني ادم اشترك في قناه هاي المخلوقه؟ بس بدي اعرف مشان شو يعني لا. يا بيبي شويه عليا، اطلب روحي تاخد عينيا. خلص يا جماعه انا قررت احط كمان 5 ليرات لحق النيزك اللي رح نشتريه يا جماعه، مشان ندمر فيه الارض باسرع وقت. قد ما فيكم حطوا مصاري يا جماعه، بدنا ندمر الارض باسرع وقت، انا ما بقى استحمل يا جماعه، شهر تاني بتلاقوني رايح على الفضاء وخلص بعرف لكم الكره الارضيه لكم لحالكم. طلعوا يا جماعه كاتبه بالوصف كلمات اليف، توزيع اليف، تصوير اليف، تسجيل الحان اليف، مونتاج محمود ستوت. الله يكسر ايديك يا محمود، حتى لو في حدا كتب لك الكلمات الله مشان الله ما تحطي اسمي، خلص حطي اسمك، انا مسامحك ما بدي الحقوق تبعوتي، بس انت حطي اسمك وما تسكريني ابدا. في اتراك معلقين على الغنيه احا، انا ضعيف بقراءه التركي، بعرف احكي بس ما بعرف اقرا، خلينا نترجم مش كاتبين. Birisinin buna şarkı yapmaması gerektiğini söylemesi gerek. في وحده تركيه معلقت لها حدا يقنعني انه هي عم بتغني، عن جد فضحتينا بالاجانب، ضروري هيك تشغلي مخك وتكتبي يعني اسم الاغنيه بالانجليزي، يعني بدك تطرح لنا انت. بس الحمد لله يا جماعه هالمره عدد الديسلايكات اكثر، الاغنيه اللي نزلتها قبل هي كان في 57,000 لايك، 57,000 لايك يا جماعه، يعني هيك في 57,000 بني ادم هيك براسه مخ سمع اغنيتها القديمه وحط لها لايك. عن جد يا جماعه نحن ما عندنا مشكله مع هاي البنت، بس هاي البنت عم تفضحنا يا جماعه، يعني تخيلوا انه في اتراك بالتعليقات عم يحكوا على السوريين، لك نحن ايش لنا علاقه؟ ايش لنا علاقه؟ ليه عم تحكوا علينا؟ نحن ما لنا علاقه، نحن متبرين منها يا جماعه. الاتراك وين في سوري ما كويس بيجمعوا فيه السوريين، اذا شافوا سوري كويس بيقولوا ها بس هذا طلع ما كويس بين السوريين. فمشان هيك يا جماعه انا باخر الفيديو حابب اضيف 5 ليرات كمان مشان حق النيزك اللي رح نشتريه وندمر فيه الارض في اسرع وقت، قبل ما تيجي تشجع وتعمل غنيه ثانيه. غنيه ثالثه انا بقدم لجوء على الفضاء معلم وبسمعهم اغانيها، مجرد ما يسمعوا اغانيها بيستقبلونا، اللي حابب يروح معي يلي من هلا مشان احجز له قبل ما يصير زحمه، لان اذا نزلت غنيه الثالثه حتى الاجانب راح يهاجروا معنا. طبعا يا جماعه يمكن تشوفوا الفيديو تسليكي شوي، بس يا جماعه انا بحاول انزل لكم فيديوهات بشكل اكبر، ما عم بقدر، بس عم حاول يعني انك تحاول احسن انك تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. لا تنسوا تحطوا لايك تشتركوا بالقناه، واذا وصلتوا لهون تكتبوا لي بالتعليقات مبروك على اللمبه. بشوفكم في فيديو جديد، سلام.